السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن مباراة مصر وزيمبابوي. بداية محبطة جدا للشعب المصري. المنتخب كان مفروض مع أضعف فرق المجموعة يلعب ماتش أكتر، بشكل أفضل من كده، يبقى السكور أفضل من كده، ما نكسبش في آخر دقيقة. يعني علامة استفهام كبيرة. اولا، ايه اللي ادى ان احنا نظهر بالشكل ده؟ بداية ان احنا حضرنا الماتش بشكل سيء. بداية التشكيل، بنلعب ب2-6 مع فرقة زي دي، مش عارف ايه الهدف من ده. او التركيبة الدفاعية، الاتنين المساكين، حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، مفيش اي انسجام ما بينهم، فطبعا عمل مشاكل دفاعية كبيرة. اهتزاز مستوى لمحمد الشناوي بشكل غريب، برضو مش فاهمين ايه سببه. لو بصينا للتشكيل، يعني انت بالنسبة لأول حاجة الاتنين المساكين، انت على طول مدي لرامي ربيعة وحد جنبه، دايما بيبقى هو الأساس، وبتدور اللعيبة اللي جنبيه. لو كان احنا عندنا مشكلة دفاعية باينة وواضحة، خلاص العب على الاتنين المتجانسين، فالعب مع رامي، ماشي، ياسر ابراهيم، اتفهمها. لكن تلعب اتنين لعيبة مش متجانسة ولعيبة بطيئة. ودي السمة اللي موجودة في كل المدافعين اللي هو مختارهم كابتن حسام للأسف. فهيبقى عندنا مشكلة البطء دي، كده كده هنعيش معاها لنهاية البطولة للأسف. نرجع للاتنين رقم 6 اللي كانوا بيلعبوا، مروان وحمدي فتحي. حمدي فتحي برضو مش بيمر بأفضل فتراته ولا أحسن مستوى ليه. فالتركيبة أصلا اللي في ماتش زي ده، ليه تلعب 2-6؟ تلعب مع فريق ضعيف. انت عايز تضغط عليه وتجيب جون، والتاني تخلص الماتش من بدري ويبقى الماتش سهل عليك، فتلعب 1-6 واتنين تمانيتين عندهم النزعة الهجومية. زي مثلا لو كنت هتلعب بإمام زي ما انت عملت، كنت تحط جنبيه مثلا تريزيجيه أو زيزو، أو عايز تأمن شوية تحط محمد شحاتة. عايز تلعب 2-6 يبقى تحط حد فايق زي مهند لاشين. فكانت كل الحلول دي افضل من ان انت تلعب بمروان وحمدي فتحي. تاني حاجة اللي احنا شفناه طبعا ان امام خرج في الدقيقة 30، ومن كلام حسام حسن واضح ان هو بيقول ان هو مش في احسن جاهزية ليه. طيب خلاص، يبقى ما تبدأش بيه وتخسر تغيير في دقيقة 30. كنت تقعده معاك جنبك في الدكة، وفي اخر نص ساعة او اخر ربع ساعة تديله على حسب جاهزيته، وماتش في ماتش لحد ما يوصل للفورمة بتاعته ويبدأ يلعب اساسي بعد كده. فدي كانت برضو من ضمن المشكلات. المشكلة الأخيرة، عمر مرموش ظهر امتى؟ في الشوط التاني لما بدأت تلعبه شادو سترايكر، وبقى هو اللي بيمسك الكرة من تحت وبيخش بالكرة لقدام. هو دي الميزة اللي عند عمر مرموش، تجيبه من على الأجنحة أو تجيبه من تحت راس الحربة. يبقى عنده حرية، ما تخلوش في قلب المدافعين. هو مش بتاع ان هو يحجز لك على كورة ويخبط ويلعب الوينجات بتاعتك. لا، هو ده مش ميزة عمر مرموش. هتلعب جيم زي ده يبقى تلعب بمصطفى محمد معروف. عايز تلعب عمر مرموش هو المهاجم الصريح لمنتخب مصر، يبقى تلعب جيم تحولات، يبقى بتأمن وبتلعب لو بلوك وبتيجي تلعب على المرتدات، ويبقى عمر مرموش هو اللي بيلعب لك على التحولات بتاعتك. هو ده الجيم اللي يظهر فيه عمر مرموش بشكل جيد. بس فانت بقى لعبت ماتش ضاغط، وعايز عمر مرموش هو اللي يخش في قلب الدفاع يفتح لك مساحات وكده. دي مش لعبة عمر مرموش خالص. ففطن ده كابتن حسام بعد الدقيقة 30 ونزل مصطفى محمد عشان يعمل له ده. مصطفى محمد هو اللي يقدر يلعب لك جيم زي ده. فطبعا الشكل اتحسن شوية. وكان طبعا معظم اللعيبة مش في مستواها،
اللعيب الوحيد اللي قدر يحركك شوية كان عمر مرموش، زي ما قلنا لما نزل كشادو سترايكر بقى هو اللي بيستلم الكرة من نص الملعب وبيحركك. طبعا بعد ما طلع امام عاشور ما بقاش في حد في نص الملعب ينقل لك كورة خالص. فبالنظر للمشاكل الكتيرة اللي كان عملها كابتن حسام دي، نتمنى ان احنا نتدارك ده في ماتش جنوب افريقيا. ماتش جنوب افريقيا طبعا انت هتلعب بتوازن بقى في خط النص زي ما قلنا، هنلعب لو بلوك، وامام عاشور هنشوف لو في حالة ان هو لسه مش جاهز بدنيا خلاص ما تبدأش بيه يا كابتن حسام. هنلعب بمروان مع 2-8. انا افضل انه يبقى تريزيجيه ومحمد شحاتة، وقدامه يبقى صلاح ومرموش، والمهاجم بتاعنا مصطفى محمد. دي افضل تشكيلة ممكن نبدأ بيها ماتش جنوب افريقيا، تبقى عامل توازن في نص الملعب. عمر مرموش عندك على الجبهة الشمال، صلاح على الجبهة اليمين، ومصطفى محمد رأس الحرب. ده هيبقى افضل شكل حتى تعمل توازن دفاعي شوية، تأمن بالاتنين اللي موجودين عندك اذا كان مروان او محمد شحاتة، مع الدفاع بتاعنا اللي شفناه في الماتش الاولاني ما كانش بافضل شكل، وفي مساحات بنتضرب من ناحية محمد حمدي ومن ناحية محمد هاني كمان. فالدفاع فيه مشاكل كتيرة جدا. فهتعمل في ماتش كبير زي ده، يعني ماتش جنوب افريقيا غير ماتش زيمبابوي خالص، فرقة كبيرة، فده لازم تلعب فيه بتوازن فعلا، تلعب باتنين في منطقة نص الملعب، بس يبقى كل واحد ليه دور. محمد شحاتة يقدر يحركك يطلعك بالكرة، ومروان يقدر يقف في قلب قدام الاتنين المساكين، وهو اللي يقدر يطلعك بالكرة ويقدر يسند في الناحية الدفاعية. ده باختصار كان ملخص الماتش اللي فات، وازاي نقدر نتغلب على المشاكل اللي شفناها في الماتش زيمبابوي، وان شاء الله نقدر نتداركها في ماتش جنوب افريقيا. نتقابل ان شاء الله بعد ماتش جنوب افريقيا نكون جمعنا 6 نقط ونكمل مشوارنا في البطولة. شكرا، السلام عليكم.